عجوز محظوظ جدا بيكسب جايزة كبيرة، فحرامية العالم كله بيجروا وراه علشان ياخدوها منه. بتبدأ حكايتنا بعازف بيانو اسمه كلايدر، واللي بيبقى شغال على سفينة مسافرة في رحلة طويلة، والمفروض إنهم هيعدوا على بلاد كتير من ضمن الرحلة. فعلشان كده بيحيي الجمهور وبيطلب منهم يستمتعوا بالرحلة معاه، وتبدأ السفينة في رحلتها من غير توقف. ووقتها بنشوف كل عمال السفينة وهم بيجهزوا، وكل واحد شايف شغله على أكمل وجه. بس بنلاحظ حاجة غريبة، وهي إنهم تقريبا بيعملوا حاجات غلط. فيه اللي بيبص لكل المسافرين على السفينة علشان يفهم مين فيهم الغني، وفيه اللي بيغير الشنط ويبدلها مكان التانية، وفيه اللي بيدخل أوض المسافرين علشان يسرق منها اللي عاوزه. ووقتها بنروح لعيلة كبيرة وهم مسافرين على السفينة دي، وهو الجد أنطونيو، وده شغال خباز لكنه فاز بجايزة كبيرة في اليانصيب، وده مخليه مطمن على نفسه، بس مش راضي يدفع من الفلوس حاجة لعياله. أولاده بقى كانوا 3 بنات، 2 متجوزين من فترة وبنت لسه سنجل مش لاقي حب حياتها. لكن الاتنين المتجوزين أزواجهم كان باين عليهم إنهم طمعانين في الجد أنطونيو، وشايفين إن من حقهم يديلهم أي حاجة من الفلوس. وساعتها بنشوف نية أزواج بناته اللي كل واحد ما بيبقاش عاجبه حاله، وبيتمنى أنطونيو يموت بسرعة علشان يورثوه. ونرجع بقى تاني لكلايدر العازف اللي بيكون رايح يقابل حبيبته، ونعرف إنها شغالة معاه على نفس السفينة مغنية، وبنتفاجئ إنه بيفرجها على صور الأغنياء اللي معاهم على السفينة، وبيعرفها مين فيهم الغني ومين الأغنى منه. وتقريبا كده الاتنين أصلا حرامية ونصابين، بس هنفهم كل حاجة دلوقتي. المهم بيخططوا سوا إنهم ينصبوا على رجل أعمال غني، وده لما كلايدر شاف مع مراته عقدة ألماس، فعرف إنها بتنبهر بالألماس، وفكر إنه ياخد منهم فلوسهم من غير ما يخليهم يشتبهوا فيه. علشان كده بيتفق هو وفيرونيا وبيروحوا يمثلوا عليهم إنهم 2 عشاق، فالناس بيقعدوا معاهم عادي. لكن فيرونيا بتاخد بالها من شخص قاعد قدامها، وساعتها بتتضايق وتقوم فورا، فبيروح نفس الشخص ده وراها، ونكتشف إنه كان ما بينهم علاقة زمان، لكنهم سابوا بعض وبقى كل واحد فيهم في طريق. بس الراجل ده لسه بيحبها لغاية دلوقتي، وبيعرفها إنه جاي الرحلة دي مخصوص علشان يرجعوا لبعض تاني. فبتقوله فيرونيا إن عمرها ما هترجع له تاني، وعلشان كده بيتضايق وبيمشي. صحيح الراجل ده اسمه لوكاس. بنرجع تاني لكلايدر وهو بيعزف، وبنشوفه وهو متابع رجل الأعمال قوي. ولما بتيجي الفقرة اللي بعديه بينزل يقعد مع فيرونيا، لكنه بيتفاجئ بلوكاس وهو بيغني قدامه. وعلشان هو عارف إن كان بينه وبين فيرونيا علاقة زمان، بيتضايق جدا وبياخد فيرونيا وبيخرج بيها. ولما بيتكلم معاها بتعرفه إنها قابلت لوكاس واتكلم معاه وكان عاوز يرجع لها. فطبعا كلايدر بيشك فيها ويفضل يتكلم معاها عنه بشكل وحش، وبيخيرها بين إنها تفضل معاه أو ترجع للوكاس، لكنها طبعا بتختاره وبيفضلوا سوا. وتاني يوم بقى بنشوف السفينة وهي راكنة في مينا في الدار البيضاء، وهنا بنروح للوكاس اللي أول ما بيسمع الباب بيخبط تقريبا بيفتكرها فيرونيا، وبيحط أطرف عينه على أساس إنه كان بيعيط. وأول ما بيفتح بيلاقيه أنطونيو اللي بيقوله إن شنطتهم اتبدلت مع بعض وبيرجعها له، لكن لما بيلاقيه بيعيط بيحس إنه حزين ويدخل يقعد يشرب معاه. ومن هنا بتبتدي صداقة لوكاس بأنطونيو. وعلى الناحية التانية كلايدر وفرونيا بينزلوا يتمشوا، وبنكتشف إن رجل الأعمال ومراته ماشيين وراهم، وده لأنهم شافوا عقدة ألماس مع فرونيا وكان نفسهم يعرفوا بيجيبوه منين، فنزلوا يراقبوهم علشان يعرفوا المكان. وبيفضلوا ماشيين وراهم مسافة طويلة لحد ما بيوصلوا لغاية بيت كده، فبيخلوهم يمشوا من هنا ويحاولوا يدخلوه. لكن فجأة بيرجع كلايدر وفرونيا من تاني، فرجل الأعمال ما بيلاقيش قدامه حل غير إنه يصارحهم. وساعتها كلايدر بيقوله ده أنت حبيبي، وبياخده يوصله لتاجر الماس اللي بيتعامل معاه، وبيتفرجوا على الشغل كله لحد ما بينقوا عقد كبير جدا. فبيعرفهم كلايدر إنهم لازم يدفعوا فلوسه قبل ما يستلموه، فالراجل ما كانش واثق الصراحة ورفض. ولما حس إنه مش هيطول العقد اضطر إنه يدفع الفلوس الأول. بس زي ما تقول كده أول ما التاجر أخد الفلوس كأنه شاور لحد علشان يهربوا من المكان، فبيقولوا إن الشرطة جاية تقبض عليهم، والكل بيجري في أي اتجاه. وللأسف الشرطة بتوصل وبيقبضوا على كلايدر وفرونيا ومعاهم راجل الأعمال ومراته. وعلشان ما طولش عليكم أكتر من كده بنكتشف إن كلايدر عامل اتفاق بينه وبين الشرطة كمان اللي أصلا ما بتكونش شرطة، وبيدفع رجل الأعمال مبلغ وقدره على هيئة رشوة ليهم علشان يلحقوا يرجعوا للسفينة. والراجل يا عيني بيدفع من غير أي كلمة علشان يمشي، وبيرجعوا للسفينة من تاني كلهم. لكن كلايدر كان عاوز يخلص من لوكاس بأي طريقة، وعلشان كده بيروح لأوضة المراقبة وبيستغل وظيفته في إنه يعرف هو بيعمل إيه. ولما بيعرف كل اللي عاوزه بيخرج يشوفه فين، فبيلاقيه قاعد في مطعم السفينة، وساعتها بيعزف بطريقة غريبة لدرجة إن الناس بيستغربوا منه. وبعد ما بيخلص بيروح على البار
وبيسمع 2 بيتكلموا عن رجل أعمال غني جدا على السفينة، فبيقرب منهم كلايدر من غير ما ياخدوا بالهم، وساعتها بيسمع هما بيتكلموا عن أنطونيو، فبيروح يدور عنه على الإنترنت وبيلاقي صورته، وبيفهم على طول إن لوكاس راكب السفينة مش علشان فيرونيا زي ما قال، ده علشان ينصب على أنطونيو وياخد منه الفلوس، وزي ما تقول كده النصاب عارف صاحبه. المهم بيفرح إنه مش هيقرب من حبيبته، وبيفكر هو إنه ياخد الفلوس بداله. وعلى الناحية التانية كان أنطونيو قاعد يتفرج على الناس اللي بيرقصوا، فبياخد باله من كارمن، واللي بتكون ست عجوزة حبتين ويعتبر من نفس سنه، وزي ما تقول كده بيفتكر أيام شبابه ويقرر يتعرف عليها. أما كلايدر فبيروح يتكلم مع فيرونيا وبيعرفها هدف لوكاس على السفينة، وإنه مش جاي علشانها ولا حاجة، فبتتضايق طبعا فيرونيا إنه نصب عليها للمرة التانية وتسيب كلايدر وتمشي. لكن كلايدر بيروح وراها وبيعرض عليها تتعاون معاه ياخدوا فلوس أنطونيو، وفي البداية فيرونيا بترفض وبتمشي، ويا ترى هتوافق ولا لأ ده اللي هنعرفه سوا. في نفس الوقت بقى كان أنطونيو معتبر لوكاس صاحبه وبيروح يتكلم معاه، وبيقرر إنهم يخرجوا سوا تاني يوم، وكان كلايدر مراقبهم الاتنين سوا. وتاني يوم بنشوف فيرونيا قاعدة مع بريندون، شاب يعتبر من نفس سنها وهي بتحبه، علشان كده بتطلب منه يتعاون معاها وياخدوا الفلوس هما من أنطونيو، وبتعرفه إنه عنده بنت لسه سنجل وإنه يقدر يلعب عليها، وطبعا بريندون ما بيصدق وبيوافق على طول. وبنرجع تاني لأنطونيو ولوكاس وهم خارجين فسحة، بس بيركبوا منطاد من اللي بيمشي بالكهرباء ده، فبيسيبهم أنطونيو وبيرجع للسفينة بالأتوبيس. ولما لوكاس بيلاقيها يهرب منه بينزل من المنطاد وبيدفع رشوة للسواق علشان يعطل أسرة أنطونيو شوية علشان ما يلحقوش يركبوا السفينة. أما هو فبينزل يأجر عربية وبيجري بسرعة على المينا، لكن وهو في الطريق بيتفاجئ إن في حادثة، فبيضطر ينزل يشوف في إيه، وبيكتشف إنه معمول له كمين، وكلايدر واقف قدامه وبيقطع له فرد الكاوتش بتاعة العربية وبيسيبه ويمشي علشان يبعده خالص عن أنطونيو ويخلله الجو لوحده. فبيفضل لوكاس واقف مستني أي عربية تعدي لحد ما بيلاقي أتوبيس، فبينزل السواق وبياخد الأتوبيس يجري بيه على آخره، وتقريبا فاكره طيارة لأنه بياكل أي مطب في طريقه، وعلى آخر لحظة بيقدر يوصل للسفينة قبل ما تتحرك. وكان ساعتها بريندون بدأ في خطته هو وفيرونيا، وبدأوا يوقعوا بنت أنطونيو الصغيرة اللي بنعرف إن اسمها ليتي، فطبعا ما خدتش في إيد بريندون حاجة وخلاها تقع في حبه على طول. وبالليل بنشوف أنطونيو وهو قاعد مع كارمن وواخدين راحتهم على الآخر، فبيدخل كلايدر وبيقعد معاهم على أساس إنه مش لاقي ترابيزة، وكمان بتنضم ليهم ليتي وبريندون وبيقعدوا يشربوا كلهم سوا. وبعد السهرة بتخرج ليتي مع بريندون تتفرج عليه في الحفلة، لكنه بيحصل له موقف محرج وبيجري على الحمام وهي بتروح وراه طبعا. أما أنطونيو فكان سهران مع كارمن وبيقرر يوصلها لأوضتها بنفسه. ونرجع تاني ليتي وهي قاعدة تتكلم مع فيرونيا وتسألها عن علاقتها ببريندون، وبتعرفها فيرونيا إن مفيش أي حاجة ما بينهم وإنها تقدر تاخده لنفسها لو عاوزاه. أما أنطونيو فبعد ما وصل كارمن بيروح يسهر مع لوكاس على السطح. وتاني يوم كان كل واحد بينفذ خطته على أكمل وجه، لدرجة إن بريندون بيكون قرب من ليتي على الآخر. وبالليل بنشوف جوز بنت أنطونيو وهو بيترمي من السفينة في البحر علشان ما يعطلش كلايدر عن شغله. أما لوكاس فبيروح يتكلم مع فيرونيا وبيحاول يقنعها بحبه، لكنها طبعا ما بتكونش مصدقاه وبتسيبه وتمشي. وعلى الجانب التاني بريندون بيطلب ايد ليتي من باباها اللي بيستغرب انها عارفاه امبارح وعاوزه تتجوزه النهارده، وعلشان يتاكد من حبه ليها بيختبره وبيعرض عليه 2 مليون يورو مقابل انه يسيبها، لكن بريندون بيرفض وبيكمل الجواز عادي. وبنكتشف بعدها ان فيرونيا اللي طلبت منه يرفض، وانطونيو وقع في الفخ عادي جدا. وبياخد كارمن يوصلها لاوضتها بعد الفرح، فيدوب بتسيبه وتدخل وتتفاجئ بكلايدر قاعد مستنيها، واللي بيكون عارف انها بتمثل على انطونيو هي كمان. ولما بتحاول تكذب عليه بيوريها الصور والمعلومات اللي جمعتها عنه قبل كده، فبتعرف انها انكشفت. وبعد شوية بنشوفها وهي رايحة تتكلم مع لوكاس، وتقريبا هو اللي كلفها بالمهمة دي وهي اصلا معاه في الفريق. وتاني يوم بنشوف بريندون وهو قاعد مع فيرونيا ويبقى مش عاجبه حاله، لان الاتفاق ما كانش انه يتجوز خالص، لكن مرة واحدة لقى نفسه متدبس في بنت ما بيحبهاش. أما كارمن فبتقرر إنها تقول لأنطونيو الحقيقة وتسيبه في حاله بعد ما صعب عليها، وتروح تعرف لوكاس إنها مش هتكمل في الخطة، ومع أول محطة هتسيب السفينة وتنزل لأن أنطونيو ما يستاهلش منها كده. وعلى الناحية التانية كان كلايدر بيحاول يقنع فيرونيا تفضل معاه، لكنها بتقرر تنزل هي كمان في أقرب محطة، وبتقوله إنها مش عاوزة تشوفه تاني خالص. في نفس الوقت كان أنطونيو رايح يتكلم مع لوكاس اللي بيمثل عليه إن بنته تعبانة جدا ومحتاجة فلوس كتير، فبيصعب حاله على أنطونيو وبيقرر يشوف له حل، وبيطلب منه يصبر لحد ما يتقابلوا تاني. بس أنطونيو كان شارب كتير جدا، وأول ما خرج وقع في الطرقة، وحظه إنه وقع قدام أوضة فيرونيا
اللي خدته ودخلته معاها للأوضة. وتاني يوم بنشوف أنطونيو هو واخد لوكاس للمدينة، وبيقولوا إن حسب السنين اللي ممكن بنته تعيش لو اتعالجت، وقرر إنه يدفع له فلوس علاجها طول السنين دي كلها على أساس إنها تعيش كتير يعني. فبيكتب له 21 مليون يورو في شيك، وطبعا لوكاس بيمثل عليه إنه مش عاوز الفلوس وملوش ذنب والكلام ده، لكن أنطونيو كان قرر خلاص ومرضاش يرجع الشيك ده كمان خده معاه للبنك علشان يصرفوا الفلوس. بس وهما ماشيين في الطريق في شوية بلطجية بيوقفوهم وبيخطفوهم على أساس إن لوكاس عليه فلوس لزعيم عصابة كبير، وبيروحوا ساعتها المكان بعيد، وهناك بنشوف الناس وهما بيلعبوا لعبة إنهم يقتلوا نفسهم بالمسدسات. فبيحاول أنطونيو إنه يحل مشكلة لوكاس، وراح عرض على زعيم العصابة فلوس كتير جدا، لكن الزعيم موافقش على الفلوس. ووقتها بنكتشف إن الراجل مش زعيم عصابة ولا حاجة، وإن كلايدر هو اللي عامل كل ده علشان ياخد فلوس كتير من أنطونيو، وإنه خلى الراجل بتاعه يطلب من أنطونيو 50 مليون مرة واحدة. بس بنكتشف إن أنطونيو عارف الموضوع من البداية، وبيعرف لوكاس إن فرونيا قالت له على كل حاجة، يعني دلوقتي ما عادش ليه وش يكمل في صداقته معاه، وإنه كان بينصب عليه طول الوقت ده. هو بياخده هو وكلايدر معاه للسفينة، بس أثناء الطريق بيعرف إن كارمن هي كمان نصبت عليه، وأصلا كانت بتساعد لوكاس في خطته، وبيتصدم في حب حياته وصديقه اللي ما طلعوش عاملين حساب لأي حاجة غير الفلوس. وأول ما بيرجعوا للسفينة أنطونيو بيلاقي جواب من كارمن بتقوله فيه على كل حاجة، فبياخد الجواب وبيروح يتكلم مع لوكاس وكلايدر، وبيعرض عليهم إنهم يتعاونوا معاه طالما عاوزين الفلوس، لكنه عاوز الحب والصداقة، وبيقول لهم إنه موافق يدفع لهم الفلوس كلها مقابل إنهم يخطفوه. لكن كلايدر بيقوله إن الخطة دي هتتكشف، وممكن حد من أزواج بناته يطمعوا فيه وما يدفعوش، وساعتها مش هيبقوا عملوا حاجة. هو بيتفق معاه على خطة تانية. وتاني يوم بنشوفهم وهم نازلين لمينا جديدة، وبيدخل أنطونيو الغابة مع عياله وأزواجهم، وبعد ما بيخلصوا فسحتهم بيرجعوا على البيت، لكن أزواج بناته بيتأخروا. وفجأة وهم قاعدين في البيت بيلاقوا عصابة بتتصل بيه علشان يعرفوه إنهم مخطوفين، وبيطلبوا منه يدفع لهم كل الفلوس اللي كسبها في أليا نصيب. وهنا بنعرف إن كلايدر ولوكاس اتفقوا معاه على الخطة دي، لأن دي أنسب خطة ياخدوا بيها الفلوس من غير تردد. وفعلا الخطة بتنجح، وأزواج بناته بيعرفوا قيمة أنطونيو وبيخلوه يدفع الفلوس كلها علشان يتحرروا. لا وكمان علاقتهم بتتحسن بزوجاتهم لما ما بيتفضلش فلوس ليهم. وهنا أنطونيو بيخلوهم يمشوا، وبيروح هو يقابل كارمن اللي لما بيحس إنها بتحبه بجد بيقرر يكمل حياته معاها. أما لوكاس وكلايدر فبيفتحوا شركة سوا وبيتعاونوا على المكسب والخسارة، لكن كلايدر كان كل همه الفلوس، علشان كده كان لوكاس سايب له الدنيا ورايح هو يلف ورا فرونيا في كل حتة. وبعد ما بيعدي مدة بنعرف إن شركة لوكاس وكلايدر خسرت كل فلوسها في البورصة، والوحيد اللي عاش حياته كان أنطونيو، لأنه من البداية كان مقتنع بحاجة واحدة بس، وهي إن اللي بيجي ببلاش بيروح ببلاش. وهي دي النصيحة اللي كان بيقولها لكل اللي حواليه، لكن محدش صدقه. وهي النتيجة بانت على لوكاس وكلايدر اهو، ومع نهايتهم بيخلص فيلمنا احنا كمان النهارده.